الملذات للحارسين على متعة هذه ليلة الامتاع، للساعين لرغبة الليلة تلبى الرغبات، للباحثين عن كرة هذه كرة الإبداع، للحارسين على انتماء هذه ليلة الألوان. لون أبيض اسمه مدريد، صفته مجد وكنيته تاريخ، أصله نادي القرن وفروعه أوسمة ونياشين. بلاوغرانا بارسا لمقاطعة هائجة دائما كانت ثائرة، ترفض الاستسلام، تبحث عن خلاص من عاصمة متسلطة سياسيا ثقافيا اقتصاديا وكرويا. نادي برشلونة ولد 1899 ليقول لا وليكون شوكة في حلق أولاد العاصمة، والريال أوجدوه في 1902 ليذكر الجميع بإسبانيا الواحدة المتحدة رمزها مدريد، ولا صوت يعلو فوق صوت ريالها. هكذا أصدقائي المشاهدين عبر جزيرة العرب ننقل لكم من كامب نو برشلونة لقاء الكلاسيكو، كلاسيكو العالم، لقاء ينطلق في لحظات، لقاء السفاحين مورينو وغوارديولا، لقاء المجرمين ميسي ورونالدو، لقاء من يملك 3 ريات وليس 2 مثل باقي البشر، اختيرا وبوسكيتش، بمباراة يملك فيها عيني زرقاء اليمامة تشافي واوزيل، في لقاء الهدافين فيا وبنزيما، لقاء من كان أول العالم الدور رونالدو، ولقاء يحضر فيه أول العالم أمامكم ملك الملوك ميسي، ولقاء يحضر فيه الفيوتشر نمبر 1 على العالم أوزيل. أي متعة ننتظر، عن أي لقاء سأعلق، عن أي الأسماء سأتحدث، سأغني لمن، سأعلق لمن، سأنشد لمن، أنوه بمن وأمجد من سيعبر من سيبكي من ينتصر في مباراة شعارها الهزيمة عار والانتصار مجد يا إيتورالدي. هذا حكم المباراة إيتورالدي غونزاليز، الريال بلانكو مدريد. حارس مرمى إيكار كاسياس، على اليمين سيرجيو راموس، على اليسار مارسيلو، في المحور ريكاردو كارفالو، وثلاثة بيبي، ثنائي البيفو، خديرة سامي 24 14 تشابي الونسو، على اليمين دي ماريا، على اليسار الدون، وراء المهاجم يلعب اوزيل، وراء لاورا دي بنزيما، ساعد كريم في ليلة الكامب نو. 4-2-3-1 الشكل والاسلوب من اختيار مورينو بيب غوارديولا وفي تكتيكه 4-3-3. فالديز، الفيش على اليمين، ابيدال على اليسار، بويول وبيكي في اللاكس، جافي بوسكيتس انيستا، موتور خط الوسط، بيدرو ميسي فيا، الرعب من ليو. اذا تنطلق المباراة الكلاسيكو رقم 61، الكلاسيكو في ارقام 13 بطل العالم في الكامب نو، لقاء فيه صاحب البالوني دور لاخر عامين، المرشحين لكرة الذهب هذا العام من 23 لاعب، 10 الليلة في النيو كامب، 26 بطولة في رصيد المدربين، 18 لقب حققه كارفالو، 21 كلاسيكو في رصيد بويول. الأرقام تتوالى والتواريخ تتوالى، وتبقى كبير يا ميرينجي، وتبقى شهير يا برشلونة. إذا ينطلق اللقاء، ليس لدينا وقت للكلام عن الأرقام، عن جلب المعطيات، في حديث الجماهيرية، في كلامي عن الشعبية. في 2007 صنفت دراسة عن معهد الأبحاث الاجتماعية رونالدو في مدريد أن الريال أكبر نادي الشعبية في إسبانيا، 32% من البوبليكو سبورتيفو في إسبانيا يشجع البلانكو قدام البرصة ب25%. أما أوروبيا جديد نيو سبور ماركت الألمانية تقول أن البرصة أوروبيا محبوب على مدريد، 58 مليون مشجع للبلاوغرانا، 31 مليون في أوروبا للمدريد. لكن استنى يا ريال، البرصة عنده أوروبا وانت عندك الدنيا على المستوى العالمي. جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة أثبتت في استئناف وفي استبيان للآراء 2008 أنه في العالم 228 مليون الليلة قلبهم يخفق، اليوم خايفين، اليوم متيقنين أو متمنين سيناريو عودة البلانكو في نيو كامب.
ينطلق الهجوم لقاء دقيقتين شوط اول للبارسا. كره خطيره ترجع من بيبي، ما فيش مقدمات، اللقاء بادي بإثارة من الجانبين. مباراة 32 نقطة، المتصدر للريال على بعد نقطة الفريق البلاوغرانا برشلونة. نذكر أنه هذه المرة 17 في تاريخ الكلاسيكو اللي البارسا يلعب في نيو كامب ويستضيف الريال، والريال أول الترتيب المرة 17. ترجع الكرة من بيدرو، الكرة في النص البوسكيتس أحد عيني اليمامة الزرقاء انيستا للشافي والباس والتو، والكرة الثالثة ترجع بارتباك مدريدي، لكن ايتورالدي غونزاليز، حتى ايتورالدي دخل في اللعبة، لأنه التشاؤم المدريدي من هذا الرجل تشاؤم من صافرة غونزاليز. صفر الكلاسيكو مرتين، الدوس عادوا لفريق البرشلونة. اليوم مورينهو 10 مدرب مدريدي في 10 سنين، تحته طول الأمطار، وسط تهاطل الأمطار، في متابعة من كل الأمصار والأقطار، يريدون المكسب الذي تنتظره مدريد من 3 أعوام في نيو كامب. تمشي كرة عن طريق رونالدو، رونالدو يوزع خطيرة، يخرج الفيكتور فالديز. كرة أولى من مدريد. الصراع قال عنه رونالدو ليس من الذكاء بل من الحماقة أن نعنون الكلاسيكو أنه بيني وبين ميسي. ممكن هو هروب من الرقم. 7-0 لليو على كريستيانو، 7 أهداف دونها الأرجنتيني في الكلاسيكو مقابل ولا هدف. يبحث عن هذه ليلة رونالدو. إسبانيا هذه الأصيلة من سلالة النبلاء، هذه العريقة من آلاف السنين، هذه التي كانت ل8 قرون أرض أجدادي بفضل رجل اسمه عبد الرحمن الداخل صقر قريش. هي أرض طارق، هي أرض الأندلس، هي مدينة غرناطة، هي قصر الحمراء، هي قرطبة وطليطلة، هي الفلامينكو سلفادوري دالي، هي في كلمة بيكاسو. إسبانيا الملوكية والجمهورية، الدكتاتورية في عهد فرانكو، إسبانيا الحرب الأهلية، هي ذكريات قليلة من تراث عريق لخصته أو لخصته الذاكرة في أسماء أو أماكن أو أحداث. كل هذا لا يساوي شيء أمام الكلاسيكو. يا فالديز، ترجع الكرة من كارلوس بويول، يطلع جيرارد بيكي، لقاء ترفض فيه الهزيمة ويمجد فيه الانتصار عن طريق الكابتن كارلوس بويول. في وسط الملعب يلعب للبارسا عن طريق بنزيما في غياب ليغواين للإصابة. آخر الساعات أكدت غياب هيغواين. ترجع الكرة بتغطية البرازيلي مارسيلو، يورو مارسيلو يربح خطأ للحكم يقول العب. كرة ستأتي من برازيلي آخر للأرجنتيني. اليوم روزاريو في توقيت وانطلاقة المباراة عندهم 5 مساء، وميسي بدا الشو، بدا الإبداع، ولو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي. الكرة ستعود من ضربة زاوية صحيحة على البلانكو، كرة ستعود من ميسي. لما اللاعب هذا يكون في يومه الايام تكون زاهية. برشلونة يتقدم لاتاك من البلاوغرانا عن طريق تشافي إرنانديز، والكرة خطيرة التسديدة ترجع من كارلوس، تمشي كرة من ميسي والهدف الأول يضيع. الله على الشوب ده، لو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي. مش ممكن على الروعة. اركن الكرة فين والكرة بضغط لبرشلونة. بدأت دريم تيم يلعب وتلعب الكرة لبيدرو، بيدرو يسدد ركنية. بدأ الكرنفال، بدأت المزيكا، بدأت الأغاني الموسيقية على طريقة البرشلونة. الرئيس الأوروغواياني كان احذر يوم السبت في البرنابيو ليكرم الريال لأنه مدريدي. الرؤساء والملوك والأمراء، الشيوخ تتابع القمة بكل التحمس، بكل العلاقة الوطيدة للوطن العربي مع بارسا ومع مدريد. تسديدة أخرى لكن مرت سلام، مرت السلامات لا للاستسلام الليلة يا مدريد. اللون الأبيض عنوان السلام،
لم يكن يوما عنوان الاستسلام. شوف الكرة وين ركنها، شوف وين حطها، شوف وين حطها المجنون، شوف وين حطها الولهان بكرة القدم. الله على ثامن أهدافه، كان قريب، ولكن القفاز الذهبي لكاسياس يرقب كرة تصد وتنوب عنه، تذود عنه ألوان الريال. القائم الشبكة العارضة اليمنى يا كاسياس. كرة من الساند في 6 دقائق، 3 كرات في المرمى. مورينو مازال يسخن، جوارديولا على ذكريات وذكريات اللقاءات الماضية. عابد إريك. 7 مسلمين الليلة في معركة نيوكامب، معركة العالم التي تتابعها الجماهير، التي تتابعها الملايين. 900 بطاقة صحفية من 28 دولة اعتمدت لهذا الكلاسيكو. لا تقول لي ديربي ميلان، ولا تحكي لي على ريفر روبوكا، ولا تقول لي مانشستر ليفربول. ترجع الكرة مرة أخرى، رونالدو، كريستيانو والبويول والحوار يدوم والكرة طول، وانخال دي ماريا الكنترول يحطها باليسار، يدخل يحطها يمين، والكرة البنزيما ولا اوت للبرسا. ستعود لبرشلونة. 8 دقائق، 8 دقائق شبعنا كرة، 8 دقائق تخنم الكرة، 8 دقائق دوختنا بداية الكلاسيكو رقم 161 على مستوى الليغا. 68 انتصار مدريدي، 62 فوز للبرسا، والباقي تعادل. سأذكر أنه تاريخيا في كل المسابقات 212 مواجهة بين الميرينجي والبلاوغرانا. الريال ربح 95 وبرشلونة 81 ماتش. بذكريات الهيد تو هيد يتواصل لقاء البرسا والريال. ترجع الكرة 1-2، الثالثة ترجع من الفيش، خطيرة جدا دانييل، المتعة بدات، ما تعداش الميسي، يرجع ليو، كرة تتهيأ للفيا، المرافيا لبيدرو، بيدرو يحاول، بيدرو يوصل كرة، الباس ممتاز من الفيش، يمشي الميسي، الهدف بدا يسخن لبرشلونة، والكرة ممتازة من بيبي. كارلوس بويول يرجع لفالديز. 855 مليون يورو البيدجي، الميزانية نتاع الفريقين. ميزانية الريال 455 مليون يورو، 405 فقير البرسا، 405 فقط، شيء كبير. تحكي على 60% من سوق البث التلفزي يمتلك أموالها الريال والبرسا في إسبانيا. ميسي حلو برشا، انطلاقة عن طريق انيستا، انيستا يسدد عرضية، فرصة كبيرة، والهدف الأول، الهدف الأول، الهدف الأول من تشافي. زرقاء اليمامة تحضر لتصعد الأنصار 1-0 في أقل من 10 دقائق. الهدف بدا يسخن، قلت لك كان واضح، كان يتحضر، كان يسخن الجول دي فوتبول كلوب برشلونة. الهدف الأول من تشافي هرنانديز، 1-0 في 10 دقائق. انطلاقة ولا أحلى لمباراة ولا أروع، ما زالت روايع لمدريد، ولكن في 10 دقائق شبعنا كورة، دوخنا كورة البلاوغرانا. شوف الهدف الأول، شوف الانطلاق، شوف انيستا يعطي الباس، ما فيش اوفسايد، ما فيش ولا ادنى شك، ما فيش تسلل، وبلمسه فنيه بكوره من الساحر للعبه من السحره يتقدم الفريق الكتالوني 1-0. شوف الكوره، شوف الباس، شوف الانطلاق، شوف هدوء الاعصاب، شوف دقة المهارة، شوف الموهبة والهبة الإلهية، إمكانيات عريضة للفن البرشلوني. 1-0 عن طريق تشافي هرنانديز، 1 البرسا، 0 مدريد. بداية كاسحة من أبناء بيب جوارديولا. الريال غير موجود تماما في أول الدقائق. تمشي كرة من بيدرو، بيدرو يحط كرة نيستا، الدور مليح، كرة مرة أخرى للفيا، يدخل الوسط، يحط كرة في العمق ولا أحلى، ولكن متفطر الدفاع دي المرة من ريكاردو كارفالو. أي ميسي الليلة، وينك يا مورينو؟ الجوزي المو يقولون اللي مر كوم ومورينو كوم ثاني، ولكن لحد الآن البداية كتالونية. في أول كلاسيكو بارسا الريال للجوزي مورينو، اللي بدأ مترجم في برشلونة لبوبي روبسون. ورا الدور مليح، شيء كبير، شيء كبير يا عمري، شيء كبير. والكرة ترجع 1 و2
والثالثه فين البوسكيتس وميسي يمر يتعدى ما فيش فاول. ترجع الكره من ولدنا خديره يلعب بنزيما للدون رونالدو يمشي كريستيانو قدامه بويول يحط كرة خطيرة لأوزيل ينخل دي ماريا يسدد ولا أروع. إنه الريال إنه المدريد. هدف التعادل اقترب للمدريديين بتسديدة من أنخل دي ماريا. روعة وجدت الأروع، كرة الإبداع وجدت أكثر منه إبداع. هنا ركنية أولى للميرينجي. السكة سكينة الأولى للريال. كرة لملوك العاصمة وملوك أوروبا من أوزيل يلعب الكورنر التركي الألماني. في كرة تتهيأ من أوزيل على القائم الأول، ترجع من دفاعات البارسا والكرة تخرج أوت. ستعود للفريق الريالي. دي ماريا يتركها في الميدان، يحط كرة ممتازة، تمشي كرة بالراس راموس سهلة للفيكتور فالديز. مباراة كبيرة، مباراة تاريخية. نذكر في سؤال رئيسي الليلة: هل يوقف الريال سلسلة انتصارات برشلونة؟ لأنه في آخر 4 مواجهات، في آخر 4 كلاسيكيات، الانتصار كان للبلاوغرانا 2-0 6-2 1-0 2-0، وهو رقم قياسي لبرشلونة. 4 فوز متتالي في الكلاسيكو، عادل به رقم الريال اللي تحقق في الثلاثينات من القرن العشرين. ولكن سيبقى رقم الكلاسيكو للميرينجي. الريال في الستينات ربح 6 ماتشات على البارسا بالتوالي وعلى التتالي. ترجع الكرة انيستا وسط الميدان، الريال مازال ما دخلش اللعبة. انيستا يبدع، ميسي هو اصل الابداع. تمشي كرة من ليو، ميسي يحط الكرة الفيع قدامه راموس، سامحني باف يتعدى، يعاود واحدة الثانية يوصلها لبوسكيتس، تتهيأ لانيستا. الكلهم فورمة اليوم. مشكل كبير للدفاع المدريدي، كل لاعبي برشلونة في فورمة غير عادية. يمشي رونالدو الرجل المطلوب، يلعب الانطلاق عن طريق كريستيانو بويول، كريستيانو يحط كرة ولا أحلى، والتعادل بنزيما يضيع. كرة بكرة، مقتل اليوم، حرب اليوم، معركة الليلة في نيو كامب، معركة الأول ستارز أو النجوم. شوف الباس محلاه من رونالدو يجيب ويقول يا انيستا لست وحدك أنت المبدع. الريال يدخل في الكلاسيكو، مدريد ستجيب، مدريد سترد، مدريد من كورنر من روزيل تمشي بالراس الراموس وضربة مرمى للحارس فالديز. مورينو وسط الأمطار، وسط التصريحات، حتى فينجر دخل في المعركة الكلامية مع المورينو، قال له ماذا حققت من ألقاب. فينجر مدرب كبير لكن ما يقدرش يتجاوز مورينو. 17 لقب في 10 سنين مع بورتو، مع تشيلسي، مع نادي انترناسيونالي. تمشي الكرة للسبعة الفية، يدخل المارافيا، الانطلاق الهجومي عن طريق إريكا بيدال، توصل تشافي. قوة البارسا في الوسط، قوة البارسا في البوسيشن، يلزم تنحي له الكرة يا مورينو مثل ما كان مع الانتر إذا تحب تحقق نتيجة ممتازة الليلة في معركة الكلاسيكو. ليو ميسي الأرجنتيني ابن روزاريو يتقدم على رونالدو بهدف ل0. المباراة تتواصل في معركة نوفمبر. معارك نوفمبر عددها 21، يعني 21 كلاسيكو تلعب في شهر 11. الريال ربح 12، البارسا 7 انتصارات فقط وتعادلين. للمرة الثالثة في التاريخ الكلاسيكو في مثل هذا اليوم. عام 59 2-0 للميرينجي ماتيوس ودي ستيفانو، وفي 2009 العام الماضي 1-0 للبارسا بفضل إبراهيموفيتش. في مثل هذا اليوم 29 نوفمبر في التاريخ تولى لويس التاسع عرش فرنسا، وفي مثل هذا اليوم تم افتتاح دار الأوبرا المصرية، وفي هذا اليوم تم قيام الاتحاد اليوغوسلافي، وفي هذا العام وفي هذا اليوم بدأ التحقيق في اغتيال جون كينيدي، وفي هذا اليوم لهذا العام الكلاسيكو والحدث
من ستذكره الأجيال في القرون القادمة يا مدريد. وأنت يا بارسا ترجع الكرة بلاوغرانا. 17 دقيقة لعب في الشوط الأول، 1-0. اوتوغراف تشافي هرنانديز. تمشي بالكرة لبيكي، بيكي يحط الكرة بعيد على بيدرو. بوسكيتس يتعدى بنزيما، يضغط كريم والكرة ترجع من كارلوس بويول. 21 كلاسيكو البويول في هذا الجيل، هو نمبر 1. يليه كاسياس 20 كلاسيكو للإيكار. ترجع الكرة في العشرية الأخيرة مرتين فقط الريال ربح في هذا الملعب. 2003 ب2-1 و2007 1-0 من جوليو باتيستا. انيستا لتشافي، البويول، لاولا يا بارسا، ميسي، بوسكيتس، ليو، حط الكرة ميسي عن طريق بيدرو 1-2 يقف يتمبوريزي. تشافي وحط كرة على اليسار حلوة برشا، الانطلاق عن طريق الفيا المرة فيا. والهدف الثاني، الهدف الثاني من بيدرو، الهدف الثاني من بيدرو من القادم من فالنسيا. أحد الخفافيش يبصر في لقاء الكلاسيكو ويكون مثل المساندة والمساعدة في ثاني الأهداف. جول ديل برشلونة. الهدف الثاني لا تحكي لي على بيبي ولا تقول لي راموس. دفاع حصالة في أول المشوار. 2-0 في الدقيقة 18 عن طريق بيدرو في مرمى إيكار. الهدف الثاني والكاميرا تلعب على الأعصاب. بيب جوارديولا 2، مورينو 0، ميسي 2، رونالدو 0. لما تتشخص مباريات الكرة في أشخاص وبأسماء، نعم هكذا هو الكلاسيكو، هكذا الانطلاق، هكذا لحظة الإطلاق، هكذا لحظة زيارة الشباك. الانطلاقة قوية من الكتالان. 2 البارسا 0 مدريد. شوف الكرة والعرضية، ترجع كرة ضايعة من اوزيل. لحد الآن الكبارات متاع مدريد ما دخلوش الكامب نو. شكلهم مسكوهم، شكلهم غيروهم، شكل استنسخوهم. أين هو أوزيل؟ أين هو خثيرة ولا بوسكيتس واللاعب هرنانديز؟ وأيضا الكبير رونالدو. وفرصة خطيرة ومن ألطاف الله يا مدريد، من ألطاف الله يا مدريد، من تسهيل القدرة أيها الريال أن الكرة كانت أوفسايد. ترجع كرة ما فيش أوفسايد هذه المرة، ترجع لمدريد. 35 هدف يسجلها الآن هجوم البلاوغرانا. تسلل ما فيش كلام ولا واحد عامل فضل على مدريد. الكرة ستعود للمدريديين في وسط الميدان بكرة البيبي. 20 دقيقة 2 بلاش. بيبي حط الكرة لراموس، سيرجيو لخثيرة، كلهم اختفوا. اللي جاب شي حارب بيهم برشلونة في الكلاسيكو لحد الآن ما بانوش بالنسبة لمورينو، ولكن لأنه كلاسيكو كل شيء يبقى جايز. لأن تحديدا مدريد لما يدخل في المعركة ممكن يغير الحرب. ولو أن إيتورالدي من الأول قلناها، الكلاسيكو الأول برشلوني، الكلاسيكو الثاني برشلونة، الكلاسيكو الثالث بدايته برشلونية. 20 دقيقة 2-0 والكرة تمشي لتشابي الونسو. ما فيش اوفسايد. الانطلاق بنزيما يحاول، بنزيما يوزع كرة اوت. ستعود للفيكتور فالديز. ستتهيأ الكرة للفيكتور فالديز. الكلاسيكو وفي لتقاليده، عنده رقم اسطوري كلاسيكو اسباني، 213 كلاسيكو في كل البطولات الليلة. تصوروا، تخيلوا كم من مباراة فقط انتهت 0-0. نعطيكم 10 ثواني في 21 دقيقة بالضبط نقول لكم الرقم. ترجع كرة من فالديز، الراسية من المدريد، راسية أخرى تحسم المعركة لبرشلونة. في 213 كلاسيكو شد عندك 206 موفاه وال0-0. شوف الكرة في العمق، بيبي يخطئ من جديد والريال يهرب من هدف ثالث من كارفاليو. 206 على 213 فيهم اهداف. كلاسيكو الروعة، كلاسيكو الهجوم، كلاسيكو المتعة،
كلاسيكو الهدافين. هنا كبار الاسماء في عالم كرة القدم سجلت اهداف معلومة للدور. رونالدو، مارادونا، يوهان كرويف، دي ستيفانو، بوشكاش، ريفالدو، رونالدو، رونالدينو، ميسي. ما زلت كان انت يا رونالدو. اكيد سياتي وقت التسجيل في الكلاسيكو للدون. ترجع الكرة مارسيلو للحارس إيكار كاسياس. مباراة كبيرة 22 دقيقة وشفنا هدفين، أسبقية بثنائية لفريق البارسا. الهدف الأول عن طريق تشافي والهدف الثاني في متابعة بيدرو. حوار والصراع. سيرجيو راموس يتكلم. طبعا لن تؤثر نتيجة الليلة على الدوري، ولكن في حرب المعنويات، في لغة التصريحات، في أمور النفسيات، في أسماء للاعبين ومدربين. انتصار كبير على آخر مطلوب جدا في المعسكر الكتالوني. ترجع كرة حلوة برشا، ممتازة جدا، كرة يقدمها برشلونة. كرة من كوكب آخر، كرة من عالم آخر، كرة من دنيا غير الدنيا. كاسياس غاضب على الفريق، ما فيش كلام، ما فيش كلام. إيكار كاسياس اللي بدا يلعب في الريال عام 99 واصغر حارس ربح الشامبيونز ليج، غير راضي بالمرة على أداء الملوك. ترجع الكرة لتشافي، تشافي لميسي، ميسي ليو ميسي لمانيا ليو، ميسي يحط الكرة لتشافي، تشافي كرة دور مليح لبيدرو، يدخل بيدرو، يتوغل بيدرو على مارسيلو، يبعد يوزع، خطيرة وفرصة أخرى، كرة أخرى لفريق برشلونة. الدفاع لم يجد حل. أقوى دفاع على فكرة، قبل كان 6 أهداف لكن يتعدى حساب، واليوم حساب آخر. اليوم تلعب مع أقوى هجوم في العالم. ثالث كورنر للاف سي بي، كرة للبارسا. شوف عنده المساحة، ممكن يسدد، ما يضغطش على الفريق الكتالوني. خطيرة جدا، يخرج إيكار كاسياس يحفظ ماء الوجه، وجه الملوك أولاد العاصمة. ترجع الكرة عن طريق دانيال الفيش. الريال مازال ما خرجش من الصدمة. أي بداية كهربائية لفريق البرشلونة. ترجع الكرة من بيكي، بيكي يحط الكرة، الانطلاق عن طريق كاري كابيدال، والكرة في الاوت. التماس من سيرجيو راموس. ترجع الكرة والانطلاق الهجومي للبارسا من جديد. هداف الكلاسيكو التاريخي هو دي ستيفانو 18 هدف، يليه راؤول بلانكو غونزاليز 14، بينما في الجيل الحالي ميسي ب7. ضيع الكرة على أنخيل دي ماريا. عديد الأسماء في مدريد تلعب أول كلاسيكو. تتوصل المباراة، كرة ستعود لإريك كابيدال. 32 كاميرا على فكرة ترصد لنا إبداعات هذا الكلاسيكو رقم 161 في الليغا. ميسي بدع، يطلع بالكرة، شافي بيدرو، برشا مساحات، برشا فراغات، العمق الدفاعي مضروب تماما للميرينجي، وكارفالو يغطي في لحظة، يستعيد ذكرى المهاجم او المدافع الصلب بلحظة. كاسياس، القيمة الجملية للاعب الريال 477 مليون يورو مقابل 157 مليون يورو فقط للبارسا، والسبب واضح، لانه معظم لاعبي برشلونة من تكوين لاماسيا، يعني خريجي النادي، ماهيش انتدابات خارجية. تصور تحكي على 500 مليون ريال 500 مليون يورو اسعار كتيبة الريال، يعني ميزانية تتجاوز دول، وتحكي انت بالحق على دولة اسمها الريال مدريد ودولة اخرى اسمها اف سي برشلونة. كارفالو من لحظات الامتياز القليلة من اللون الابيض لمدريد الليلة حاليا. ترجع الكرة لبيكي للفيا، يفتح اللعب على الميدان، يلعب بالعرض فريق البارسا، كرة تدور تقريبا على كل الفريق بشكل ممتاز، لون كروي رهيب. بوسكيتس يرجع لبويول، يلعب معاه بيكي، يضغط بنزيما، والكرة تمشي سهلة للفريق الكتالوني. ميسي، نيستا لتشافي،
مثلث الرعب، مثلث الاتاك بكرة رابعة تتعدى بيدرو تشافي هرنانديز يمشي كرة دانيال الفيش. تشافي كرة ممتازة جدا مرة أخرى، خطيرة من بيدرو فرصة الترسال، ولولا إيكار، لولا قداسة كاسياس، لولا القديس إيكار كاسياس صاحب القفاز الذهبي يخلص الريال من 3 أهداف البارسا في أقل من نصف ساعة. كان يكون الطوفان، كان يكون الانهيار، الزلزال، التسونامي لو جاء الثالث من بيدرو. بنزيما يضغط ويستثمر التماس. متى يدخل ميرينكي في المباراة الريال يساوي أكثر من هذا أكيد. حتى المتعصبين لكاتالونيا يدركون جيدا أن الريال مازال ما دخلش في اللعبة. رونالدو لأوزيل لتشابي الونسو لأوزيل، والكرة ترجع لمدريد. كارفايو يباسي كرة، الانطلاق راموس، البريسينج البلاوغرانا. الريال في خطر. الإصرار والروح، التركيز هي من مفاتيح النجاح البرشلوني حاليا. ترجع الكرة عن طريق الفيا، انيستا فيا وممتازة جدا لابيدال. الشو حقيقة ديمونستراسيون، استعراض من الفريق الكتالوني. إريك أبيدال، ميسي حط الكرة، تشافي أو بوسكيتس، الآن تشافي ما عادش نحكي، ما عادش نعلق، يعني الكلام كله خلصته فيك، المحاسن كلها عدتها فيك. شيء كبير ملا كرة خطيرة جدا وترجع للحارس. هنا واحد كي يشوف كرة مثل هذه نصف ساعة تحكي على نجوم. الريال ليس فريق عادي، في 5 لاعبين ابطال العالم هذا المدريد، في 4 لاعبين مؤهلين البالون دور 2010 هذا المدريد، المتصدر مدريد، بنجوم عالمية مدريد، بمدرب عالمي اسمه مورينو مدريد. ولكن نصف ساعة يعني كل واحد يتحمل طاقة. الريال في نصف ساعة ما قدرش يضاهي، ينافس، يجاري، يضادد، يلعب بندية أمام هذا الريتم الناري الذي فرضته كتيبة الكتالان. ترجع الكرة بوسكيتس، مورينو في المنطقة الفنية أكيد غير راضي تماما على الفريق. لا مش هذه توصية مورينو. أعتبر نفسي كنت معاهم في حجرات الملابس، أدخل في ذهن المو. مستحيل قال لهم العبوا بهذه الطريقة، أنك تقبل اللعب، أنك ما تضغطش على الخصم، أنك تخلي حامل كرة تتفرج فيه. ليست من عادات المورينو، ليس من تعليمات المورينو، ليس من كلمات المورينو، ليست فلسفة المورينو. شوف الكرة الدور، يتفرج الريال، يتفرج مثلي ومثلك، يستنى في مناطقه، والكرة في منطقة البارسا، وعلى طول تشافي وطوالي لمنيا تشافي في بناء هجمة مع بوسكيتس يهدي اللعب فريق البلاوغرانا. كرة تمشي البيكي والسهلة للحارس. طبعا بين اللحظة في 30 دقيقة تأتي ممكن من التمريرات القليلة النادرة الغالبة لفريق تقول بلاي ستيشن. شوف الكرة، شوف راموس خلاه يلعب وخايف على يديه. لا تسقيك يا راموس، الكرة بالأقدام والمتابعة من غير رقابة، وحده جاء من الخلف، اللي معاه وين؟ اللي معاه مشافين. هكذا اللي يستلم مورينو. اعطيني اللايف، اعطيني كرة تعود للميرينجي، كرة للريال. 0-2 للفريق المحلي، لتتوتر الاجواء وتتداخل الاسماء في معركة الكلاسيكو. ألم أقل لكم بعنوان البارسا ماسكي ومقلوب أكثر من نادي، أنه الكلاسيكو أكثر من مباراة كرة. هي حرب السياسة، هي لغة الاقتصاد، هي حرب الثقافات، هي نظرة الاستقلال، هي صراع المدن وصراع الكبرياء. الريال والبارسا 31 لاعب على فكرة لعب في الفريقين وسميوا تاريخيا بالخونة. لقطة سيئة جدا، لقطة سيئة جدا.
مورينو يتفرج على رونالدو في لقطة يدفع فيها بيب جوارديولا. حقيقة ما غير كلام، تتوتر الأجواء. هذه كلمات الأصداء القادمة من كامب نو برشلونة. 33 لاعب تسموا بالخونة لأنهم لعبوا الناديين، غيروا لون مؤسسة اسمها برشلونة واسمها مدريد. من أشهرهم بيرن شوستر، لاودروب، لويس فيجو ولويس إنريكي. انذار على رونالدو وانذار لفيكتور فالديز. حاول يدافع عن الكوتش جوارديولا. جوارديولا يبعد كرة، رونالدو يرد الفعل في لاعب على اعصابه، في نتيجة لحرب نقولها صراحة ليست معركة كرة، ليست لقاء كلاسيكو. الريال والبارسا كرة واشياء اخرى. رونالدو فالديز بتدخل من راموس، اشارة لبيبي ومتابعة من بيكي في ليلة الكبار. من سيعبر من؟ حاليا العبور كتالوني ب2-0. ترجع الكرة إيكار كاسياس يمشي كرة طويلة، ترجع في الوسط للالفيش، كرة لتشافي. فماش ضغط على حامل الكرة، يلعبوا مرتاحين. لما برشلونة تعطيه الكرة وتعطيه المساحات يعني يسقط أي فريق، فيش كلام. الآن الفريق الكتالوني طبيعة الكرة وطبيعة البشر أنه الآن الكامل في المواصفات اللي بدا بها الآن يرجع يغلق في الباس. قلة تركيز، هل يستثمرها الريال؟ يعود دي ماريا لرونالدو، كريستيانو يتعدى رونالدو، يتعدى رونالدو، 1-2. الكرة لأوزيل، رونالدو حط كرة تتهيأ مرة أخرى لمدريد، والكرة لبنزيما، بنزيما يبحث عن كرة وانطلاق، والحكم في خطأ وبطاقة صفراء. صفراء على دافيد فيا. تتوتر الأجواء. كلاسيكو تشوف فيه كل شيء، تشوف فيه القوة، تشوف فيه الروح، تشوف فيه المهارة، تشوف فيه التوتر، تشوف فيه دور الحكم، تشوف فيه أدوار البطولة للنجوم. هل كان من الممكن تحكيميا أنه إدورالدي يعطي كرة الريال في الأتاك، كان في موقع السانح، ثم يرجع في خروج الكرة يعطي الصفرة للاعب فيها؟ لكن يقال عسى أن تكرهوا الشيء ورب ضارة نافع. سنرى. خمسة 35 دقيقة لعب على الشوط الأول. النتيجة 0-2 لمن يحمل الكرة، والنتيجة 2-0 لمن يدافع في كرة صعبة اسمها مخالفة الدون. رونالدو عنده كرة باش يحل المباراة، شكلها بعيد، لكن المجنون رونالدو كل شيء جايز. يتقدم رونالدو يسدد وجول. لا يا مدريد، الكرة الأخطر الأقرب من ريال. ركنية للبلانكو، ركنية للبلانكو مع المجنون رونالدو. ممكن الكرة قريبة جدا على مرمى البارسا. شوف الكرة، شوف الفرصة واللحظة للاستمرارية في الهجوم المدريدي تحت أمطار غزيرة جدا في نيو كامب. ترجع بالراس ميسي في الكونتر، المراوغة، يتعدى مارسيلو بمقدمات لكلاسيكو كوبا أمريكا الصيف الجاي. ميسي ما يتعداش والحكم يرجع على خطأ. إيتورالدي غونزاليز في النار. حقيقة معركة لن تكون سهلة. الحكم يحاول أن يسيطر على المباراة. مباراة تحسها بدأت تفلت على إيتورالدي حكم القمة غونزاليز. انذار على بيبي. الآن مورينو يلزم يفكر 1000 مرة أنه يحب يسجل أكيد، لكن ماذا سيفعل لانطلاقات ميسي وسرعة بيدرو وكرات الفيا ومرتدات البرشلونة؟ حذاري، العنوان واضح، بإمكان الريال أن يسجل، ولكن الريال ممكن يقبل أهداف أخرى في ثل المساحات والفراغات. تمشي الكرة من انيستا، انيستا لميسي، ليو ميسي خطيرة وانطلاق لكن اوفسايد. تسلل ضد فيا. من كان متجاورين البارحة
من أجل لافوريا روخا كامبيون ديل موندو. اليوم يتنافسان يتنازعان على صدارة اسمها الليغا وعلى قمة وكسب في كلاسيكو أو يسمى أيضا الديربي اسبانيول. ترجع الكرة من تشافي الونسو لمارسيلو، كنترول ممتاز، يخرج باس احلى، يمشي انخيل دي ماريا، عرضيه خطيره، فرصه وانطلاق، والكره تتهيأ للركنيه، ركنيه لمدريد، ما فيش كلام. كورنر للريال، كورنر للريال. الريال يعود، الريال يحاول ان يسجل هدف في نهايه الشوط الاول من اجل ان يسمى بالملحمه الكرويه يا رونالدو. العوده على البارسا في الكامب نو من 0-2. تمشي كرة من دي ماريا خطيرة، بالتالي ارتباك ايضا في الدفاع الكتالوني، لكن الخطورة في المرتدات، كرة ما تتمش، يغطي مليح بيبي، يبدل كرة على اليسار من اليمين، تمشي لانخيل دي ماريا، الارجنتيني وزع كرة خطيرة جدا، فرصة وبرافو بيدال، ترجع الكرة تبعد من مناطق البارسا. إيكر كاسياس ممكن احسن فترات الميرنجلان. الريال يشمر على السواعد ويدخل حرب نيوكامب من الان. تمشي كرة عن طريق انخيل دي ماريا، دي ماريا حط كرة، انطلاقة الخضيرة، خضيرة يباسي كرة، يستنى تشافي حلوة، والكرة تمشي ممتعة لبنزيما، كريم بنزيما يحط كرة لمدريد خطيرة جدا، فرصة، والحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة مرمى وركنية. سنرى قرار الحكم تورالدي. هذه الإشارة، فالديز يحب يطلب من إيتورالدي غونزاليز انذار للتمويه، وبالتالي يقصى رونالدو، والكرة امامكم، بحث عن الركلة، فهل وجد البينالتي رونالدو؟ وهل ظلم إيتورالدي المدريد؟ سنرى ونتابع. للكلاسيكو أكثر من وجه، والكرة تمشي عن طريق انيستا. على فكرة في 50 سنة ليغا الريال حصل 328 بينالتي والبارسا 301، لأنه ممكن في مشروع بينالتي الليلة. شافي والكرة تتهيأ، ما فيش تسلل من بيدرو يرجع بكرة ليالفيش، بريسينج، الضغط الآن. الريال الآن يطبق تعليمات مورينو، والكرة ترجع في الضغط، يا الكوفرتور موجود مارسيلو البرازيلي، حط كرة في النصف، ياخذ الكرة بيدرو، شوف التمركز متاع فيا في العمق الدفاعي متاع مدريد، يستمتع جمهور الكامب نو. على فكرة 700 تذكرة فقط خصصت لجماهير البلانكو. ترجع الكرة عن طريق 3 بيكي. الريال يعطي مؤشر في اخر دقائق الشوط انه ممكن يذل الفارق، بينما البارسا يواصل استعراض وعرض عسكري قوي من البلاوغرانا عن طريق فيا يحاول، فيا يحذر، فيا يمكن كرة لبيدرو لكن تضيع. ترجع الكرة من مارسيلو، يمشي كرة انخيل دي ماريا، كرة ضايعة، الخطوط منعزلة تماما، الخطوط المدريدية. 10 تشافي، 18 بيدرو، و2-0 للبارسا. ميسي 1، ميسي 2، ميسي سدد واوت. كرة الارجنتيني ابن روزاريو. قلت عند انطلاقة المباراة هي 5 مساء في توقيت روزاريو. 40 مليون ارجنتيني تركوا الشغل من اجل متابعة ميسي، والجماهير تناديه، تناغيه، ميسي. شوف الانطلاق، ما غير ما تشوف الجزء العلوي من الجسد، معروف شكون، معروف مين. ترجع الكرة عن طريق بنزيما، غياب إيغوايين هل يؤثر على الخط الأمامي؟ فرصة عمرك يا بنزيما، ولو كلاسيكو صعب للأمانة، لست مسؤول عن صعوبته أنت. ترجع الكرة مارسيلو لتشابي، ما تخرجش الكرة بالراحة في وسط ميدان الريال. خضيرة ما شفناش، أوزيل ما تبعناش. الوسط المدريدي انعزل تماما عن الشق الهجومي اللي فيه دي ماريا على اليمين، رونالدو على اليسار، وبالعكس رونالدو يمين، ماريا على اليسار، واوزيل ورا البوانت راس الحربة بنزيما.
ابيدال يحط كرة ترجع في الصراع للفريق المدريدي. الحكم يعطي أولوية. كرة ترجع من راموس في الوسط لكارفايو. الكرة لمارسيلو. مارسيلو يطلب مساندة ويقف مليح البارسا. المراوغة اتمام الهجمة لمن؟ في كرة تبدأ عن طريق الراموس. سيرجيو رونالدو مضغوط عليه من أبيدال وميسي يقتنص كرة خطير جدا. ميسي مع بيبي. ميسي ما يتعداش. اي البرازيلي وبرافو. ترجع الكرة من بيبي ممتازة من بيبي. كانت كرة الضربة القاضية. ترجع كرة مارسيلو. شوف البوزيشن. اللي يحب يربح برشلونة يلزم يمنع عليه الكرة. يقطع عليه الكهرباء والماء إذا يحب يعيش. والكرة لحياة مدريدية جديدة في المباراة عن طريق رونالدو. عرضية من الدون إلى كورنر للميرينجي. مدريد يحاول العودة والآن بالذات وقت العودة يا ريال. شوف الاقتناص. الكرة استخلاص من ميسي. حب يكسر به الكرة بلغة الكرة يعمل به الفيرجول ما مشاتش. ترجع الكرة لركنية مدريد والراسية للريال تعود براسية الثانية. صراع الروس يحسمه بيدرو. صراع الأقدام يحسمه أوزيل يوزع وتسلل. اوف سايد على مدريد. الشوط الثاني لن يكون أسوأ مما كانت الفترة الأولى للريال. الشوط الثاني عنده إمكانية التدعيم فريق ميسي. عذرا أن ألخص أو أن أحوصل فريق عالمي في اسم لاعب، لكن ميسي كما كان مارادونا في الثمانينات أو مثل ما كان ريفالدو في التسعينات أو رونالدينو في أوائل الألفية أو يوهان كرويف المايسترو في السبعينات. ترجع الكرة ممتاز دي ماريا. وحده دي ماريا بعد 3 مراوغات يخسر وضعية الاتاك. ترجع الكرة لمدريد ما فيش خطأ. يمشي رونالدو يسدد كرة سهلة للحارس. ليست نوعية الكرات اللي يسجل بها أولى أهداف البرتغيز في كلاسيكو بارسا ريال أو ميرينجي بلاوغرانا. 45 دقيقة لعب. الدقيقة الأخيرة عن الشوط الأول. شافي في 10 بيدرو في 18-2 بلاش. ميسي ده ولد. ميسي ما يتعداش. الثالث موجود والكرة ترجع. والحكم ماذا يقول في صراع من كارفالو وليو ميسي. سنرى اللقطة في الريبلاي. هل جنى كارفالو على ميرينجي مدريد؟ لماذا يا ريكاردو؟ لماذا يا كارفالو؟ أو تمثل يا ميسي؟ أعطيني الحق، أعطيني صورة الحقيقة، أعطيني كرة الحقيقة. والشاهد شاف حاجة، مشاهد ما شافش حاجة. إيتورالدو غونزاليس سيكتفي بإنذار. المباراة صعبة والمباراة مولعة وانتخابات في كاتالونيا وحسابات وحروبات. ما يقدرش يلعب بالنار حتى لو شافها. لا عاد ميسي هذه فيها مرفق، فيها نصيف مرفق. مورينو وغوارديولا على طريقته كل يغني على ليلاه. هذه ليلتي أنا فلمن تكون الليلة يا ليو وأنت يا كارفايو. ترجع الكرة للمدريد. شوف البريسينج، ضغط على فريق الريال، مش لاقي حلول، مش لاقي راحته يلعب بالكرة. دي ماريا يحاول ما يتعداش. بيدرو في صراع 3 على 1. شوف الروح نتاع الشوط الاول نتاع البارسا عملت الفارق. يمشي كرة لفريق البارسا. بوسكيتس والمرتدة. انيستا يجيبها على اليسار. هز الكرة على اليسار، حتى على اليسار لانطلاقة المرابية، ولكن قتلوا بها. ترجع اوت. تماس للريال مدريد. دقيقة عن وقت بديل. ما زالت الثانية للوقت الضايع. و2-0 الشوط الأول. نتيجة مستحقة للبلاوغرانا. بارسا يتقدم 2-0. آخر كرة مارسيلو ترجع الكرة. شوف الروح، شوف الحوارات الثنائية، رجل لرجل، ساق في ساق. الحوارات هزها لاعبي البارسا.
ولذلك برشلونة تفوق في الشوط الاول. شوف 3 على 1 ما يتعداش. تمشي الكرة لتشافي، شافي لريك، ابيدال انيستا، انيستا يحطها لمارافيا، يمشي دافيد فيا، يربح اللحظات، يستهلك الثواني، واخر الردهات عن بريميرا بارتي كانت للبارسا، فكيف ستكون لا سيكوندا؟ بيكي، فالديز، جيرار، ثواني وإيتورالدي غونزاليز. تأتي صفيرته الآن في كلاسيكو بارسا ريال هنا في أرض الكامب نو. النتيجة مرسومة في الشاشة، من رسم الهدفين موجودين في الصورة. تشافي 10 وقت هدف أول، و18 بيدرو عن دقيقة الضربة الثانية. هذه هي نتيجة الكلاسيكو الليلة في كامب نو برشلونة. الفاصل ثم الاستوديو التحليلي مع الأخضر بالريش. الليلة مرة أخرى يتأكد العالم من أنها القمة الأكثر جماهيرية في العالم. الآن الساعة 12 مساء في مكة، 10 ليلا في أوروبا، 8 صباحا في سيدني، 6 صباحا في طوكيو، 7 مساء في ريو دي جانيرو. والعالم يتابع مليارات لقاء القمة، لقاء الكلاسيكو الجديد بين ميرينكي وبلاوغرانا. تشكيلة الريال: كاسياس، راموس، مارسيلو، كارفالو، بيبي، خضير، الونسو، دي ماريا، رونالدو، بنزيما ولاس. البارسا: فالديز، الفيش، ابيدال، بويول، بيكي، تشافي، بوسكيتس، انيستا، بيدرو، ميسي ودافيد فيا. كرة ترجع للميرينكي عن طريق البيبي. صعوبات كبيرة لدفاع الريال اليوم اللي تضرب أكثر من مرة بكرات في الظهر. الريال يحاول يضغط القدام، حاول على الأقل في الشوط الثاني يفيد العالم بأنه الشوط الأول كان مجرد تعثر لا أكثر ولا أقل. ترجع الكرة في الوسط لميسي، ميسي تنجح التمريرة عن طريق الفيش وأوفسايد. لو لاحظتوا معايا بعد نصف ساعة لعب مورينو حط سلاح التسلل، دفاع الخط في معركة الكلاسيكو. ما بداش بالخط، ما بداش باعتماد طريقة الأوفسايد، لكن بعد ما تقوى هجوم الريال، هجوم البارسا عفوا، الكوتش المدريدي اختار هذا الطريق. تمشي كرة من بنزيما على طريق الجهة اليسرى، مارسيلو البرازيلي، مارسيلو يوزع كرة، يربح ركنية، لا ما زالت لدي ماريا. كرة للحارس فالديز قادمة من أبيدال. هذا وريك، تمشي كرة طويلة من الفريق البرشلوني، محاولة اللعب بيدرو، تقطع الكرة. تحس في أول دقائق الشوط الريال صلح ممكن تمركز وسط ملعبه، والكرة خطيرة لميسي، ميسي 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 خطيرة، ميسي وسدد صعبة، والبيبي والكرة الهدف الثالث. لا، روعة يا جوارديولا من هذا الفريق الرهيب. فرصة الثالث وتصدي رائع، باراد من المدافع المدريدي بمساندة من إيكار كاسياس. شوف الخطأ لكن عملية دفع، وهدف أبيض، هدف أبيض للأسترو الأرجنتيني ليو ميسي. بيبي عمل خطأين في بداية الشوط الثاني، يعطيك فكرة على الروح أو الطريق أو الراحة النفسية اللي غايبة تماما عن مدافع الريال. أزمة ثقة، خايف الفريق المدريدي خاصة على مستوى الدفاع. خضيرة يرتكب خطأ، خضيرة اليوم ما ريناهش، ولو أنه ما نظلموش سامي إذا اعتبرنا أنه أوزيل كان غايب. رونالدو تقريبا ما عمل شيء. فريق لعب متوتر، لعب مشدود، عصبية. ترجع الكرة للبارسا اللي كان متحرر ومتسرح. الكرة تتحرر، الكرة عن طريق الرايع، وأضم صوتي لطارق: ما هذا يا فيا، ما هذا يا تشافي، ما هذا يا ليو. ميسي، ميسي دور، يحب اللي يعمل، يحب كرة لتشافي، وتشافي يختارها مع ألفيش، وألفيش يخطئ التوزيع. كرة ستعود للفريق المدريدي، كرة للريال. الأطراف تعذبت اليوم، راموس ومارسيلو، كل من بيدرو وفيا تفوقوا على الباكات متاع الريال في الشوط الأول. الشوط الثاني حرب أخرى
معركة أخرى. قلت أكيد الريال لن يكون أسوأ مما كان. سأتحدث عن فضائح الكلاسيكو، أيام للنسيان يا مدريد وليالي للنوم المبكر يا كاتالان. 5-1 8-2 6-1 5-1 5-0 5-1 5-0 فضايح كتالونية، و5-0 7-2 5-1 5-0 5-0 و6-2 من موسم. فضائح مدريدية. مش نبقاو متوازين ومتساوين في اعتماد واستعمال نفس المصطلح. ترجع الكرة لبيبي، بيبي لتشابي الونسو، يضغط ميسي، جري برشا اليوم الليو. الكلاسيكو يعطيه حافز. اللاعب اللي بدا مع فريق برشلونة في سبتمبر 2003 بمناسبة افتتاح استاد البورتو، استاد الدراغاو 2003، في لقاء كان مدرب بورتو مورينو، وكان المحوري في بورتو لاعب اسمه ريكاردو كارفايو. ريكاردو على فكرة أكثر لاعب في الكلاسيكو ربح ألقاب، 18 لقب، بينما يليه تشافي هرنانديز 16. والكرة ترجع ل 22 كرقم لفانيلا أبيدال، يمشي لنيستا، ترجع من بيبي، يحط الكرة لتشابي الونسو، ترجع كرة من بيبي والبرصا يضغط من جديد. تمشي كرة طويلة عن طريق إيكر كاسياس، الكرة البيكي بوسكيتس، وفي خطأ، في فاول وبكارت أصفر. انذار على اللاعب تشابي الونسو، اللاعب الباسكي اللي كان بدا في الريال سوسيداد، لعب في ليفربول وربح الشامبيونز ليج، لاعب تاريخي في الانفيلد رود مع رافا بينيتيز. خطأ كان موجود وكارت اصفر مستحق على لاعب تشابي الونسو. الكرة ترجع للكتالان والنتيجة للكتالان. فمتى العودة يا مدريد؟ متى الروح يا أولاد العاصمة؟ تورالدي غونزاليز حتى في أوروبا راهو يمنوا بالتطير والتشاؤم ويتفائل. أنا متأكد في الخفاء في الكواليس نتاع الاتحادية الإسبانية لكرة القدم من مدريد يقولوا لهم جيبونا حتى كلنا بعد الاعتزال، ما تحطوناش تورالدي، عنوان هزيمة. ولكن بحقية الكرة يا مدريد، لحقيقة الميدان يا بارسا. يمشي ميسي، يمشي ميسي، يدخل الليو، يحط كرة مع أحلاها، والهدف الثالث. الكرة تضيع بإعجاز، الكرة تتعاطف مع التاريخ، عمره 108 من الأعوام، أكبر المعمرين في الكرة العالمية. الريال مدريد تتعاطف معه الكرة في لحظة بلقطة. عاود لي الريبلاي، أعطيني الروعة، أعطيني الكرة. شوف ميسي السحار، يمشي تشافي المبدع المدافع، واللي تشافي والكرة تخرج سلامات يا مدريد. شوف الفرصة للهدف الثالث. العرض البرشلوني يتواصل، الشو الكرنفال الكتالوني في تواصل، بينما غياب للتواصل بين اللاعبين ومدربهم في لقاء الليلة. الريال حاليا يخسر معركة، ولكن لم ولن يخسر الحرب. ما زالت حرب الليغا، لأنه في إسبانيا عندهم 3 بطولات. بطولة الليغا شكون بطل إسبانيا، ولكن عندهم بطولتين خاصتين، الكلاسيكو ذهابا والكلاسيكو عودة. والعودة لبيبي، كرة للميرينجي في الأوت للبارسا، ستعود لبرشلونة، ستعود لبرشلونة. هي مباراة الإخوة الأعداء، هو لقاء من يتمنى فيه الأول للثاني الزوال من عالم كرة القدم، في لقاء ترفض فيه الهزيمة ويمجد به الانتصار يا غوارديولا. على فكرة هذه 5 مواجهة بين بيب غوارديولا والمو، تعادل مرتين، فاز غوارديولا مرة فقط انتصر مورينو، لكن انتصار كان أقصى به البارسا من سيمي فاينل الشامبيونز ليج. ترجع لتشافي، تشافي للاس ديارا. إذا مش حكاية سيستم يا مورينو، حكاية لاعبين تنفذ السيستم، لأنه العام الماضي مع الإنتر البارسا اختنق ولم يجد حلول. الليلة بنفس المدرب، لكن اللاعبين غير قادر على تنفيذ السيستم
نتيجة 2-0 واستنتاج اسمه الشو من البرشلونة. كرة البارسا من بوسكيتس، يمشي بالكرة انيستا يدخل يشق الوسط، يدخل باس اخر مارسيلو مع لاوري الكتالان. تمشي الكرة مارسيلو كرة بالتليفون، وتليفون قديم متاع الكسندر جراهام بيل. ترجع الكرة في الوسط عن طريق الفيش. دانييل شوف وقفة المدافعين، اخشى على الميرينكي من اهداف اخرى، ويمشي ميسي والفيا والمرافيا والهدف الثالث في وقت الكلام، في حديث واستنتاج. لما قلت اخشى على الريال من اهداف اخرى، ياتي الثالث بنفس الطريق، ياتي الثالث من خارطة الطريق. سلاحها ميسي ومفتاحها فيا، وشعارها امتاع، ولغتها ابداع، وسحرها اقناع. 3-0 للاف سي بي، للبرشلونة. الفيا المرافيا يمر للمرة الثالثة في مرمى مدريد. إذن الهدف الثالث لغة أخرى، لغة ما يفهمها كان ميسي في ظهر المدافع مرة أخرى. مش ممكن، مش معقول، مش مقبول فريق بحجم الريال يواصل ويتواصل مع سذاجة التمركز لمدافعيه. شوف الباس، شوف طلب الكرة، شوف حطان الكرة، شوف الكرة والكرة كرة غير الكرة الحقيقية اللي تشاهدها. الكرة هذه دوختني، الكرة هذه قتلتني، الكرة هذه سحرتني، كرة متعتني. كاسياس يقول: ماذا سأفعل من أجل مدريد؟ ماذا سأفعل من أجل مجدك يا مدريد؟ ماذا سأفعل من أجل 228 مليون في هذا الكون، لهذا العالم، على هذه الأرض؟ متيمون بحب الفانيلا البيضاء. ترجع الكرة من راموس يحط كرة للبيبي. مباراة في اتجاه واحد. عذرا مدريد، آسف ريال، لم تكن مباراة الليلة. كارت اصفر على كاسياس الاحتجاج. يمشي رونالدو يعطي باس، بنزيما بعيدة. تصور انه هذا الفريق المرعب بعد 57 دقيقة ما خلق ولا فرصة، وبعد 27 مباراة الريال قد يسقط بعد 10 شهور. وتصوروا انه اخر هزيمة كانت ضد البارسا في مدريد 2-0. يعني السلسلة بدات بعد الخسارة من البارسا وتوقفت في خسارة من البارسا. بنزيما، لاس ديارا، والكرة ترجع للفريق الكتالوني. يتقدم مرة أخرى ميسي تعدى، ميسي باسي مرة أخرى بنفس الطريقة، وفرصة والهدف الرابع لكوارتو من فيا. مش معقول يلعب بيبي ولا نابت تلعب كشوالي. مش ممكن مرة أخرى، مش ممكن يا مدريد. الهدف الرابع للسحرة، الهدف الرابع بقيادة ميسي. اليوم الليو لن يسجل، بل سيلعب دور المسجلين. كل التمريرات، كل الباسات، كل جواهر يعطي فيها ميسي، يقول له سجل يا فيا، ادخلها المرمى يا فيا، ادخل بالكرة للتاريخ يا مرافيا. 4-0 للبرشلونة. مفيش كلام يا مارسيلو. لن تجدي الدعوات، لن تكفي الكلمات. الليلة كتالونية، الليلة برشلونية، الليلة للبيب جوارديولا. مرة أخرى، لا سامحني 3 أهداف بهذه الطريقة. ميسي ما يضغط عليه حتى لاعب من الوسط، يحط كرة في طبق بجواهر بديامونت. شوف الميسي ماذا يفعل. لو كان الإبداع رجل لشكرته يا ميسي، لو كان الإبداع راجل لضيفته في بيتي يا ميسي. لا، ما عادش مباراة. لذلك كان إحساس، وحذرت في التاريخ فضائح الكلاسيكو، وبدأت بها بعنوان ليالي للنوم الباكر يا كاتالان، وأيام للنسيان يا مدريد. والليلة
ينطبق العنوان والاستنتاج على مدريد، على الريال. 4-0 ثنائية فيا، راموس لتشافي، تشافي لبنزيما، بنزيما حتكون مارسيلو، يدخل مارسيلو والدفاع موجود من كارلوس بويول. 4-0. ماذا عنونت الماركة المعروفة بانتماء المدريدي بعد الرباعية؟ هل كان الهدف الثالث فيه تسلل؟ فيه شك كبير على فكرة. ولكي لا أنسب بطولة الاستنتاج لنفسي حسب الماركة المدريدية، فيا بون التريتسيرو ان فويرا دي خويغو. يقولون يكتبون أنه فيا سجل الثالث من تسلل. التغيير يتم، والتغيير في التشكيل المدريدي مع فاول تشابي الونسو. يترك الكرة التسديدة تمشي خطيرة والهدف لا يدخل مرمى البلاوغرانا. كرة تضيع. الآن في تحليلات الماركة تهجم كبير على الحكم رونالدو بعنوان بالأزرق ومسطر بسطر نونا فيستو بينالتي، يحكي الكرة رونالدو. أنا قلت في الشوط الأول فيها شك كبير، كانت تقلب المباراة. هنا تسلل، ولو أنه صراحة بقطع نظر ضربة جزاء أو لا ممكن شكل آخر للماتش، لكن بصراحة البارسا اليوم غير. البارسا اليوم خير، ما فيش أدنى شك، بكل واقعية، بعيدا عن التعصب الأعمى، بعيدا عن الميولات، بعيدا عن الاستنتاجات. ما فماش كورة اليوم. الكورة كانت من بارسا وتمشي كورة الانطلاق من فيا. يمشي دافيد الفيا يحط الكورة لأبيدال، أبيدال البيكي، بيكي ترجع للحارس فيكتور. كورة من فالديز. ربع ساعة لقمة المباريات، لأم المباريات، لأب اللقاءات، لجد كرة القدم. بارسا ريال مدريد برشلونة، ما عنده ما يعمل. سلم تماما مورينو، واحنا نقول له خيرة في خيرة يا المو، لكن الليلة هي ليلة جوارديولا بصناعة ميسي. ولو انه الحقيقة الفريق الكل في التوب. ترجع الكرة تشافي الفيا. البارسا سيتصدر لأول مرة من بداية السيزون في الجولة 13 بفارق نقطتين على الميرينجي. ستعود المباراة على خطأ. شكله مدريد لن يكمل المباراة ب 11 لاعب. العصبية، التوتر واضحة الملامح في هذه المباراة المدريدية الكتالونية. ميسي، ميسي وكورة ما فيهاش خطأ. الحكم يقول له العب، تلعب الكورة من كاسياس في وسط الميدان. كرة ستعود. شوف العقلية. 4-0. ميسي اللي في العادة في فرق أخرى يلزم الناس تخدم عليه وتوصله الكرة، هو يجري ورا الكرة. ميسي في 4-0 يجري ورا الكرة، يضغط على لاعب. بوسكيتس، كرة ممتازة لميسي، يبحث عن هدف العادة، 8 أهدافه في القفاز الذهبي إيكار كاسياس. طبعا سيبقى قفاز ذهبي لأنه لا يسهل على أي هدف، لأنه مع الأسف الليلة بالنسبة للمدريديين كاسياس لعب من غير حارس أو من غير دفاع، من غير دفاع. ترجع الكرة في خطأ. الآن يقولون في تاريخ الكرة معركة بيرن بين سويسرا وإيطاليا، ويتحدث المؤرخون في المونديال عن معركة وحرب سانتياغو بين الشيلي وإيطاليا في 62 في ربع النهائي. والليلة الشوط الثاني ما هو قادم سيكون حرب الكلاسيكو. نتصور الآن المعركة ستصبح بدنية بين الريال وبرشلونة. فرحة كبيرة لعشاق البلاوغرانا في استاد نيو كامب.
الانتصار الخامس على التوالي، الكلاسيكو الخامس ورا بعض يكسبوا فريق برشلونة. ابيدال حط الكرة في نص لتشافي. تشافي هذم اقوى من المنشطات، هذم اقوى من المنشطات، هذم اصل البلاي ستيشن. يظهر لي البلاي ستيشن عملها واحد كتالوني برشلوني من الدريم تيم للتسعينات الى هذا الدريم، وكرة تمشي اوت من كل الاماكن. يوجهون القذائف من كل الاماكن، توجه الصواريخ. بوسكيتس يعمل لوب على طريقة مارادونا، ولكن اوت لكاسياس. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، النتيجة 4-0. دعوات الريال لانتهاء الماتش، دعوات البرسا بطوال اللقاء للاستمتاع. انيستا كله بدع في الكلاسيكو الليلة من البرسا. ترجع كرة فيا يحط الكرة لبيكي، كرة من جيرارد، تتهيأ الكرة لبوسكيتس. بوسكيتس يلعب الكرة مرة أخرى عن طريق البرسا لتشافي، للبوسكيتس لتشافي. أكثر من 20 تمريرة يشترك فيها المرمى من أول الدفاع. فيكتور بيكي ملا الكرة. من يوقف زحف البرسا للليغا وللشامبيونز؟ سيعودون إلى ويمبلي، ليس بحكم حرارة التعليق الليلة، ولكن ما فيش فريق أوروبي قادر يوقف البلاوغرانا. بدايتهم كانت سيئة فيها مبررات، لأنه اللاعبين 8 من البارسا كانوا في السلكسيون، لعبوا إلى حدود منتصف يوليو كأس العالم ونهائي الوورد كاب. رجعوا متأخرين، رجعوا تعبين، لذلك الفورمة جات من شهر 9. ضيعوا نقاط في الأول، لكن من بعد ما غير الرحمة بكل قسوة البارسا يقسو على الأندية والمنافسين. 4-0 على ريال مدريد في 66 دقيقة. بنزيما يضيع كرة، لازم تدخل في أذهان اللاعبين، ولازم تكون لاعب كرة باش تعرف ايش يدور في أذهان المدريد اللاعبين. عادي جدا الآن هذا التألق الكتالوني، طبيعي جدا، لأن الفريق المنافس خرج تماما من الملعب. ميسي ألفيش مرة أخرى يعمل دفاع الخط باش تضرب مرة أخرى، تضرب مرة أخرى، يمشي على اليسار، يدخل أبيدال، يمشي ريك أبيدال، حط الكرة لتشافي. تشافي لمن؟ شافي بالانطلاق. تشافي عنده مغناطيس، ما يقدرش خذيره باش يفك الكرة، وترجع مرة أخرى انيستا يبعد على بيبي. فرق كبير في المهارة للأمام. ظرف في 90 دقيقة بتاع اليوم. ميسي لتشافي، تشافي لفيا بوسكيتس لبيكي. يرجع كرة ناقصة لكن يصلحها بوسكيتس، يمشي أبيدال وترجع تماس، لتبقى التماس من الفريق الكتالوني. البارسا جولية المدريد، هذا هو العنوان. يعني تحب تعتبرها يسجل في مدريد أو بمعناها الافتراضي تحت السطور في الصحافة الإسبانية، البارسا يقنبل مدريد. هذه هي العبارة تحت السطور. خضيرة فوق المعشب الأخضر لنيو كامب، ترجع بالكرة للاوتيري كابيدال. هذا أنخل دي ماريا جاء اليمين في الشوط الثاني، رجع كريستيانو على اليسار لكن فات الأوان. ذكر عمل تغييرين مورينهو ودخل راس ديارة وسط ميدان آخر بديل أوزيل في شكل الهجومي لمدريد. تمشي الكرة للاتاك للبارسا، الانطلاق لبيدرو، كرة من بيدرو الميسي، يندوس ما تمرش، ترجع من ألفيش حط الكرة لتشافي. هي بخلاف الرباعيات والثلاثيات
9 خماسيات في تاريخ الكلاسيكو، 5 للريال 4 للبارسا. سداسية حصلت مرتين 1-1، سباعية للبرشا و8 أهداف للريال. هذه هي نتائج الكبيرة لكارتون في الكرة الإسبانية الليغا على مستوى الكلاسيكو. أكبر تعادل 5-5 وأكبر انتصار في الليغا 8-2 للريال. ترجع الكرة بوسكيتس في الوسط، سنة دقيقة 70، 4-0 للبارسا على مدريد. تمشي كرة للدفاع من اليسار، راس ديارا، باس رونالدو من بنزيما، ولكن بويول يرفض الحفاظ على الشرف المدريدي. ترجع من خضيرة، يمشي السامي، حط كرة مقطوعة، ولا لاعب في الريال في يومه. اوه اللعب بالكرة من غير كرة فيا، والروعة مع نيستا، وترجع للمبدع مرافيا. 70 دقيقة 4-0، والكرة بالاقدام تمشي لساحر الاجيال. كرة لرجل هذا الزمان، ميسي لانيستا، انيستا لتشافي. علق وحدك، اتكلم وحدك، انطق وحدك، استنتج وحدك، قيم وحدك، قوم وحدك، حلل وحدك. ما عادش نحكي، ما عادش نتكلم، وفاء الكلام يوفى الحديث. كلاسيكو من طراز اخر، كلاسيكو من الاكسترا تيرستر. هذا مش من الارض، هذا مش من دنيتنا، هذا مش من عالمنا، هذا مش كورتنا، هذه مش حياتنا الرياضية. الله يا البرسا، كيف تلعب، كيف تستطيع أن تلعب، كيف تمتع لما تلعب، وكيف تلعب لتمتع وتلعب يا بلاوغرانا. انذار آخر على كارفايو. أربعة 0 للاف سيبي، 1-0 تشافي، الثاني بيدرو، الثالث فيا، الرابع فيا، وانذار مستحق على كارفايو. الاجواء لا توصف في نيو كامب. ميسي للبويول للبوسكيتس، عرفتوهم، حفظتوهم. اليوم البرسا نطق الكرة. تعرفش معناها واحد نطق الكرة؟ البرسا نطق الكرة. 72 دقيقة 4-0. لا يخجل المدريدي من هذا العرض او من هذه الخسارة. اليوم الريال اوت، البرسا عمل ماتش عمره القادم، والخير فيما جاي، الدوري والليغا. اما الكلاسيكو فشكلوا مرة اخرى لعناوين البرشلونة. رونالدو شوف وحده بين 4. ماذا سيفعل رونالدو وحده بين 4؟ ترجع الكرة، خضيرة وفيا وراموس، وكرت منتظر مرتقب على السيرجيو. شكلها حمراء على السيرجيو. سننتظر قرار الحكم إيتورالدي يكتفي بالصفرة. تقريب كل نادي الريال حصل بطاقة صفراء. نذكر انا كاسياس وكارفالو ورونالدو وتشابي الونسو والبيبي وراموس. نسيت سبحان الذي لا يسهو. انذار اخر والكرة ترجع. انا نسيت انذارات، لكن عشاق البرسا لن ينسوا هذه المباراة. ترجع الكرة، انيستا، الربع ساعة الأخير من نهاية معاناة على مدريد، ومن لقاء ستذكره الأجيال لبرشلونة. ترجع الكرة من الحارس إيكار كاسياس، كرة من إيكار، كرة طويلة تمشي في المعسكر البرشلوني. الريال اليوم ما جربش سلاحه، ما ضربش سلاحه. البارسا من بوسكيتس وميسي قريب من هدف العادة. يمشي كرة انيستا لابيدال، يطلع إيريك والكرة تمشي لفيا إيريك كابيدال. كرة ناقصة طويلة
صلحها بيبي. بيبي يمشي لتشافي. الونسو كرة على اليسار عند رونالدو. مراوغة من الدون. رونالدو يخسر المعركة والكرة ترجع لهجوم البارسا. خطيرة جدا، ما فيش اوفسايد. ينطلق ميسي، يدخل ميسي، لا ما يبعدش على لاس. ديارة عملية دفع، الحكم يقول العب. الكرة تعود في وسط الملعب في الصراع اللي يحسمه الفيش. الكرة من دانيال، الحكم يقول العب والكرة تبقى للبلاوغرانا. كرة للكتالان. برشا ضرب، برشا ضرب، والحكم يلزم يكون اكثر الصرامة. انذار على خضيرة، انذار على السامي. ليلة زرقاء على فريق مدريد من خلال هذا العرض القوي من برشلونة. ما لقاش حل، والتوتر للأمانة ما عرفتش لماذا فريق الريال نزل بهذا التوتر. الضغط موجود على الفريقين، ولكن قوة البارسا انه استثمر الضغط ايجابي. الريال الضغط اللي عاشوا ثلث اسبوع خرجوا من الكلاسيكو. الفرق ايضا تلعب في الذهن، في اذهان الفريقين. ابيدال، التغطية من راموس، ترجع الكرة بيبي. بيبي يلعب الكرة في التماس من سامي خضيرة. النجاعة اللي تمتع بها هجوم برشلونة اليوم شيء خرافي. تقريبا الفرص اللي جات الكل سجلها فريق غوارديولا. بيب غوارديولا 9 ألقاب في 3 سنين ونصف. مورينو 17 بطولة في 10 سنين. هذه فرحة البيب غوارديولا. هذا الاسم ال15 في تاريخ برشلونة اللي يكون ابن النادي ويمسك الفريق. التغيير، خروج فيا، هو التغيير بدخول اللاعب بوجان من ابناء لاماسيا. يدخل بوجا وكرة طويلة من بيكي. استنى دقيقة 76. بيدرو يستعرض، ولكن الكرة ترجع من دفاعات الميرينجي. بنزيما، محاولة التوزيع الوصول لرونالدو، لكن بوسكيتس يغطي مليح. والمرتدة الخطيرة، الكونتر لفريق الريال صعبة جدا. يهرب بوجان، يتعثر بوجان، يدخل بوجان، لن يسجل. ما فيها شيء، ما فيها شيء. بوجان كان فقد توازنه في انطلاقة الاتاك. مرة أخرى كرة في ظهر الدفاع. سرعة القناصين متاع البارسا تصنع الفارق. بوسكيتس يحاول يباسي لتشافي، كرة تقطع من راموس. هدية من لاعب تشابي الونسو، والكرة من ميسي خطيرة جدا. يمشي راس راس، يدخل راس راس، يضرب بوجان، وكاسياس يقول له كفاية كفاية. التسديدة من بوجان. فرصتين في أقل من دقيقة. أقوى هجوم في العالم، ما فيش كلام. ترجع الكرة، 10 فرص مقابل 3 في المباراة. 4-0 للنجاح والتهديف، وروعة أخرى، إبداعات أخرى، ولكن رجع من التسلل. تشافي 100% الباسات صحاح ولا غلطة. شوف الكرة، فماش اوف سايد. تشافي كسر التسلل، الونسو كسر الاوف سايد، والكرة تعود للبارسا. واضح من خلال الجمهور. يدخل ميسي، يطيح المدافع كارفايو، لكن المدافع اليساري للميرينجي يقطع الطريق. ميسي يصر على هدفه الثامن في الكلاسيكو. أنخيل دي ماريا وخطأ، فاول ضد أنخيل. الوقت 78 دقيقة. إذا راضيين عليك والديك يا إيتورالدي تنتهي هذه الدقائق الأخيرة. هو لما يوصل بها لبار الأمان ما غير ضارب ومضروب، ما غير كروت حمراء، سينجح. وهو على فكرة مينيموم مرة تفادى يخرج الحمراء للريال برشا الصنعة نتاع حكم، برشا خبرة نتاع إيتورالدي. ما حبش يفسد المباراة، ما حبش يفسد الجيم، والجيم از اوفر، انتهى. ترجع الكرة، هذا هو رونالدو في وسط الملعب. كارلوس بويول، ترجع من بيكي، حط الكرة لبوسكيتس. بوسكيتس، ابيدال، ابيدال، بوجان يخسر كرة، تمشي عن طريق راموس.
سيرجيو للاس، حط كرة على اطراف، كرة للريال. رونالدو من بويول، رونالدو ركنية او ضربة مرمى يقول الحكم ايتورالدي غونزاليز لفريق برشلونة. هذه اللقطة امامكم وهذه الصورة الهدف، هذا الهدف المبكر اللي فتح المباراة، وهذا البيدرو اللي يقتل الماتش، وهذا يستا يحتفل مع فيا، وهذا المرافيا يقول يا راسي رونالدو، وهذا راموس يقول الصار، وهذا بيبي يقول اش حطيت لها يا جوارديولا، وهذا ماريا يقول عمري ما عشت كيما هكا، وهذا يقول اسوأ ليلة في حياتي، والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. كيف يرى الكلاسيكو؟ عندك 10 دقائق باش تستنتج. ترجع الكرة خذيرة، سامي خذيرة، حط باس دو ما تمشيش، ما تعداش الكرة، وترجع بنزيما يحاول، بنزيما يدخل على اطراف فيها خطأ، الحكم يعطي أولوية، تمشي لركنية لمدريد. فتدخل قوي على كريم بنزيما، مصلحة الريال فاول وليس ركنية. الكرة في هذا المكان قد تشهد الأهداف رونالدو في الكلاسيكو، خطأ ما فيش كلام، هذا فاول، والحكم يواصل مع ركنية لأنه أعطاه قانونيا الأدفانتج ورجع للصفرة البويول. الله عليك يا ايتورالدي، روح الانترناشونال بورد. تمشي كرة بالراس، ترجع من بيكي، تتصلح لتشافي، يصلحها لانطلاقة بيدرو بوجان للبيدرو لبوتشا، والتماس الرمية الاوت للبارسا. 10 دقائق لنهاية الكلاسيكو، أول كلاسيكو عام 29 كان 2-1 للريال في برشلونة. أول فوز برشلوني كان في اللقاء الثاني عام 30 1-0 في استاد مدريد اللي اسمه الشمرتين. أول تعادل في 31، وأكبر تعادل 5-5 في 45. بيكي بالخمسة تواصل، للخمسة تكلم، والخمسة التي يقصدها الخمسة وخميس على أداء الكامب نو هذا اللقاء وهذه الليلة. ترجع الكرة لمدريد، دي ماريا يحط كرة على القائم الثاني، محال مستحيل في ليلة الكابوس لجانب، وفي حلم الثاني يصل الكلاسيكو 161 لآخر الدقائق. 82 دقيقة، 4-0 للبارسا. شوفوا استسلام تام من مورينو يفكر في هذا الشوط كيف سيخرج المدريد من الإحباط في أعقاب هزيمة صعبة وقاسية وصعبة الهضم، خاصة أنه يوم السبت الريال مطلوب ومطالب بالرياكشن في لقاء صعب جدا أمام فالنسيا. ترجع الكرة خذيرة، صراع على الأقدام، تعود به الكرة بوسكيتس، أو هذا بيكي، الآن ميسي، الآن بوسكيتس، هذا تشافي، زرقاء اليمامة يا تشافي في دقة التمريرات، يشوف على بعد أميال، الناس تشوف 10/10 وهو يشوف 20/10. ترجع الكرة راموس يخسر كرة لميسي، ميسي يحط كرة بوسكيتس، والاستعراض يتواصل، تمريرات القصيرة، ألفيش، بوسكيتس، بيكي، بوجان، ترجع الكرة للستة، الستة يحطها للثمانية المتكاملان كاملي الأوصاف، تشافي ونيستا، ميسي، ألفيش، وكرة سهلة للحارس كاسياس، حاول يلعب كرة قدام، بويول موجود، لو شفتوا أكيد تعليمات الكوتش جوارديولا، بويول وجيرار بيكي ما نزلوش من مناطقهم، ما خرجوش. تشافي قرا حساب سرعة المدريد المدرب جوارديولا، لاس
يمشي ديارا، حط كرة بعيد على دي ماريا، بوجان ما فيها شيء، الونسو، رونالدو، وخط على بويول، رونالدو، سبيتشلوان يلعب الكرة لبنزيما، بنزيما لخضيرة، خضيرة ترجع من بويول. روح القتال لعب بيه برشلونة غير عادي. حكم يعطي أولوية، ترجع الكرة للبارسا، انيستا حط الكرة لفيش، بيبي مبدئيا أسبق، نعم بيبي قبل، تمشي الكاسياس، يضغط ميسي، يرجع البيبي، حط كرة كيما جات، تبعد من راس من كارفاليو، ترجع من ديارا، تتهيأ للبارسا، وخطأ، خطأ سيستفيد منه نادي برشلونة. 85 دقيقة للمرة 17 البارسا يلتقي الريال في الكامب نو، وهو الثاني والريال الأول، وهذه العاشر مرة اللي في أعقاب المواجهة يتسلق البارسا المقود ويصعد أعلى المصعد ويسجل المركز الأول. شعور الفخر للرئيس الكتالوني بينما اشوف العلامات تظهر على وجه فلورنتينو بيريز، ما نتكلمش، واضح فلورنتينو بيريز، لك شوف الاحترام، شوف البروتوكول، حتى رئيس برشلونة يكتم فرحته في قلبه كما يكتمها فلورنتينو في باليو البرنابيو. عقلية أخرى رغم أنه حرب، الريال والبارسا ما تقولش كورة، حرب 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 حرب. بويول يصاب والكرة ستعود لبرشلونة. الشوط الثاني حاول يوقف الزحف البرشلوني بارتكاب الأخطاء، والتغيير جديد، وآخر التغييرات من قبل الكوتش بيب غوارديولا. يخرج تشافي من كان أول الفاتحين لليلة المبدعين للبارسا، والمخرج يذكر بالباس ويذكر بأحلى باس من انيستا لتشافي وفي الشبكة. إذا يخرج تشافي، فمن يكون البديل الثاني؟ يدخل كيتا سيدو بديل تشافي، وما زال التغيير الثالث في تشكيل البارسا. تشافي يتلقى التهاني، الحقيقة انتصار كبير ومستحق. يخرج بيدرو، يدخل لاعب الشاب جيفران. إذا تغيير آخر وأخير من قبل الكوتش غوارديولا. ترجع الكرة في نفس المكان بمخالفة لنادي برشلونة تحت الأمطار. البارسا يتصدر الليغا بختام الأسبوع 13. بويان أو بوجان ما فيها شيء، تورالدي قريب بالإشارة قال له ما فيها شيء، بالفعل فماش كرة مشتركة وكونتاكت يستاهل بينالتي على راموس. ترجع الكرة بيبي أو كارفايو، هذا هو بيبي. شوف امتلاك الكرة، الشوط الأول كان 61%، يعني في الشوط الثاني زادت سطوة البلاوغرانا على الكرة تقريبا 70%. تحكي على 70% قدام شكون؟ قدام الريال. تمشي كرة دي ماريا، أنخل دي ماريا لهدف الشرف في كرة رونالدو واستهجان خاص، والكرة اوت. الكرة ستعود للبويول، خليهش يتنفس. دقيقتين كم سيضيف الحكم تورالدي؟ للمرة الثالثة يزفر كلاسيكو، وللمرة الثالثة يربح البارسا. تمشي كرة شابي الونسو، خطأ على انيستا. ممكن الحكم تورالدي ما يضيفش برشا وقت، على طول ينهي معركة الكلاسيكو في
في مثل هذا اليوم في الخمسينات ربح الريال. العام الماضي كانت مباراة متوازنة بهدف إبرة ربح البارسا. هذا العام اكتساح كاتالان 4-0 بواقع هدفين عن كل شوط، وكرة تمشي في آخر الشوط والمباراة. الدقيقة الأخيرة، آخر 60 ثانية معاناة بكرة أخيرة من جيفران. يلعب كرة خطيرة للبوجان والدفاع من كارفايو. ريكاردو لعب بورتو وتشيلسي. كاسياس أو تماس لفريق برشلونة. آخر كرة بوسكيتس ترجع من لاس ديارا يلعب كرة ممتاز انيستا، لكن خرجت كرة، خرجت تجاوزت خط التماس من دانيال ألفيش. الدوري مازال طويل، البارسا يربح معركة، فمن سيكسب الحرب في مايو القادم؟ من سيظفر بالتاج؟ من سيحقق الليغا؟ البارسا والريال. ترجع الكرة لمدريد عن طريق راموس، تتهيأ كرة لألونسو، يمشي أنخل دي ماريا يحاول كتف في كتف، وكتف الأسمراني بدال كان أقوى. تفوق بدنيا، تفوق تكتيكيا، كان أفضل فنيا، تألق كرويا، وبالتالي بالمنطق النتيجة عادلة جدا. لم يسرق أهل الكتالونيا انتصارهم الليلة، الانتصار رقم 63 في تاريخ الليغا للبارسا مقابل 68 فوز للميرينجي مدريد. تمشي كرة أخيرة، بوجان عرضية خطيرة، والهدف الخامس، الهدف الخامس من جيفران، الخماسية الخامسة في تاريخ البارسا بالكلاسيكو. 5-0 خماسية في الوقت البديل، 5-0 للبارسا. الخمسة اللي تمناها الجمهور، الخمسة اللي حكاوا بها اللاعبين، الخمسة اللي تمناها الإعلاميين الكتالونيين. 5-0 لليلة لم تكن ليلة، لفرحة أكبر فرحة يا جيفران. 5-0 إشارة بيكيه المستفزة للمدريديين والمستحقة للكتالونيا. 5-0 للاف سي بي. ما كانتش مباراة، ما كانش كلام، ما يتقالش بعدها كلام. البارسا كان اقوى وافضل. الريال مرة اخرى يثبت انه ما غير دفاع على نفس الخط. هدف سليم لهدف صحيح لخماسية، والخامس من صناعة لاماسيا. 5 من جيفران بعد كورة من بوجان. 5-0 يا فيكتور. الريال نتيجة للنسيان، في ليلة للنسيان، في ليلة نام فيها الميرينجي ولم يدخل أجواء المعركة، والبوم الذكريات سيحتفل بالخمسة للمرة العاشرة في تاريخ الكلاسيكو. 5 مرات للريال، 5 مناسبات لبرشلونة. والورقة الحمراء اللي قلت لكم جاية حمراء على راموس، إقصاء السيرجيو وتوتر الأجواء. لماذا الوقت البديل يا إيتورالدي؟ كان ممكن تزفر في 90. لا تحتاج الكلاسيكو ومعركة مدريد برشلونة لوقت ضايع في 4-0. صعبتها عليك، عقدتها ليك، اقتلت المباراة بهذا الإقصاء الآن المستحق على سيرجيو راموس. إيتورالدي يقول لي أنت حكيت يا عصام بعقليتك، ممكن أنا بعقلية أخرى. أنا توفى 10 يخرجوا ال10 صحيح يا إيتورالدي، بعيدا عن المحاباة، بعيدا عن الحسابات، آخرها كلمات. 5 بارسا 0 مدريد. صدارة للبارسا في ليلة حقق فيها البارسا أكثر من عصفور بضربة واحدة، بضربة رجل واحد. ألم يقولوها في الفيلم الشهير للعقاد الرسالة؟ ضربة رجل واحد. الليلة
ضربة فريق واحد رجع للصدارة، فاز في الكلاسيكو وانتصر ب5 وقدم مباراة للتاريخ. انذار لتشافي و5 للاف سي بي، اكبر هزيمة في تاريخ المو. ولكن هذا الرجل، هذا المورينهو، تعود وعود محبيه انه يستفيق بعد كل ضربة. ولو سأقول الآن هي شماتة فينجر فيك يا جوزيه. نهاية الكلاسيكو، نهاية المباراة، نهاية المعاناة لفريق، ونهاية السحر بعد 90 دقيقة لفريق. 1-0 تشافي، 2-0 البيدرو، 3-0 الفيا، 4 فيا، والخامس جيفران. بدايتها شعار البرسا ونهايتها نشيد البرسا. كانت ليلة برشلونية، ليلة برساوية، ليلة كتالونية. هارد لك مدريد، وانتصار مستحق. مليون تريليون مبروك للبرسا وعشاقه داخل الوطن الكبير. البرسا في نتيجة أخرى للتاريخ، 5-0. هكذا كان كلاسيكو نوفمبر، فكيف ردة الفعل في كلاسيكو أبريل يا كاسياس؟ على المحبة التقينا وانتهينا مع لقطة أيضا فيها روح رياضية. هذا مورينهو هنى الكتالونيين وسيخرج مغادرا لمدريد لتحضير قمة السبت ضد فالنسيا. الصور آخرها ختامها صور للذكرى من استاد نيو كامب. أرجو أن توفقنا وأرجو أن توفقت جزيرة العرب في نقل كلاسيكو العالم الليلة. ساعات وساعات من البث المباشر والحصري عبر سبورت 2، سبورت 4 وسبورت 9. انتهينا وانهينا. لكم مني السلام، فختامها السلام عليكم ورحمة الله منه وبركاته.